ها يا عادل يا ابني، قول لي بقى. انت كده فهمت الشرح؟ انت عندك بكره امتحان والمفروض النهارده مراجعه. قول لي بقى، فهمت ولا عيد تاني؟ اه، طبعا فهمت. لا لا لا، تمام، ده انا هشرفك. لا، انا هشرفك، ما تقلقش. وبعدين بكره امتحان. لو ما كنتش فاهم قول لي اشرح لك تاني. انت ابوك موصيني عليك، وابوك صاحبي مش عايزه يزعل مني. يعني لو عايز نشرح تاني قول لي، مفيش مشكله اشرح تاني. لا لا، تمام، ما تقلقش خالص، ما تقلقش. لا يعني تمام. آه انت شفت ماتش الاهلي؟ آه شفت ماتش الاهلي عمل في ايه؟ يعني احنا عملنا انجاز، احنا جبنا 11. يا ما كان حته ماتش. بقولك ايه يا استاذ، انا عندي ماتش بلاي ستيشن دلوقتي. ما نأجل الشرح ده شوية، ولا اقول لك انا فهمت، خلاص فهمت. يعني كفاية كده. انا هروح امتحان بكرة عادي. بجد؟ يعني انت كده فهمت خلاص؟ طيب انا هسألك سؤال، والسؤال ده يعني المفروض ان انت تعرفه، ده لازم تعرفه لانه اول سؤال في الجيولوجيا. اول سؤال، قول لي بقى، ما هو تعريف علم الجيولوجيا؟ اه 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 ايه ده؟ ايه ايه الصداع ده؟ اه اه لا لا، انا مصدع قوي. لا، انا مصدع قوي، مش قادر. لا لا لا، كفايه بقى شرح دلوقتي، كفايه. انا جاهز للامتحان بكره وخلاص، انا جاهز. لا لا، انا مش قادر. سيبوني انام، سيبوني انام. ليه كده يا ابني؟ بس ليه كده؟ خير؟ طب مالك؟ في ايه؟ لا اله الا الله. طب يا ابني، طب جاوبني على السؤال ده وامشي على طول. طب اي حاجه منك يا ابني. لما ابوك يسالني اقول له ايه بس؟ انا هقول له انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا، علشان واضح كده ان مفيش فايده. انتوا اصلا جيل، واضح كده انه هيكون الجيل الذهبي للضياع. ده احنا جيل غلبان وعيان وتعبان، عنده امتحان، مش قادر، خلاص. ارحمونا، انتوا ايه؟ مفيش رحمة، مفيش انسانية، مفيش دواء للصداع. انا عايزة انام. ايه ده؟ خلاص خلاص خلاص، ماشي ماشي. روح نام يا ابني، روح نام، روح نام. الحمد لله، مشي مشي. ايه ده؟ وانا لازم اعمل نفسي عندي صداع علشان يمشي؟ يا ربي. المدرس قال انتوا هتقرفونا بقى ولا ايه؟ هقوم بقى الماتش البلاي ستيشن اللي مستنيه ده. اه عايزه اشوف صاحبي مجهز البرشام بتاع بكره ولا ايه. افتكرت. ولا يا حموكشه، انت عملت ايه في موضوع البرشام؟ يا ده أنا لسه المدرس كان عندي دلوقتي، عملت نفسي مصدع عشان اخلص منه. اصل عندي ماتش بلاي ستيشن ومتفق فيه مع العيال دلوقتي، هروح العب معاهم. ومش عايزه اخلف مع العيال، انت عارفني انا كلمتي واحده. بس كان بيشرح الاول. صحيح انت تعرف ايه تعريف علم الجيولوجيا؟ اصل سألني السؤال ده وانا عملت نفسي مصدع وتعبان، وايه في الاخر مشي. طبعا انت تعرف حاجه. لو كنت انا اعرف كنت انت عرفت. يلا، المهم جهز البرشام، وانا هقابلك بكره قبل الامتحان بساعتين عشان نعرف هنعمل البرشام ازاي وهنخبيه فين، وهنعرف نظبط الموضوع في الامتحان والاجابه ازاي. احسن الواحد مش عارف اي حاجه خالص. انا ما فتحتش الكتاب من اول السنه، والمدرس يجي يشرح وانا قاعد متنح، يشرح وانا قاعد متنح. اما اروح الحقهم في البلاي ستيشن قبل ما يمشوا. يا رب يا رب يلحقوا يعملوا لي البرشام. يلا. يا عظمك يا رضا. اه انا ازاي قعدت كل ده في البلاي ستيشن؟ اقعد اليوم كله العب في البلاي ستيشن وعندي امتحان بكره؟ طب كنت رجعت اي حاجه. ولاد الذين فضلوا يجروني ماتش ورا ماتش ولعبه ورا لعبه
وتحدي ورا تحدي لغاية ما اليوم راح. الحل ايه طيب؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير حموكشة. يا رب يكون عمل البرشام زي ما اتفقنا، احسن انا كده مش هعرف اعمل حاجة. اما اشوفه فين. ايه يا حموكشة؟ ايه عملت ايه في موضوع البرشام؟ تمام يعني جهز كل حاجة؟ متأكد؟ انا لسه راجعة من البلاي ستيشن، العيال فضلوا ماتش ورا ماتش، جيم ورا جيم، لغاية لما اليوم عدى مني وراح مني. لا ذاكرت ولا رجعت. ذاكرت ولا رجعت ايه؟ ده انا مفتحتش كده طول السنة. المهم انك مجهز كل حاجة ومتأكد. تمام انا هقابلك الصبح قبل الامتحان. انا لو ما ساعدتنيش في الموضوع ده انا هضيع فعلا يا حموكشة. ماشي يلا تصبح على خير، سلام. انا تعبان. انا خايف من بكره، وخايف حموكشة ما يكونش عمل حاجه. ما هو برضه مش المفروض ان انا اعتمد عليه اصلا، ده اخيب مني. انا ما اعرفش حاجه، هو بقى ما يعرفش حاجه من اللي انا ما اعرفش فيه حاجه ده. طب اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير ان انا انام. حتى النوم مش هلحق انام كويس. لازم اصحى بكره بدري عشان اروح قبل الميعاد بساعتين عشان اجهز موضوع البرشام. مش عارف. ما هو دي غلطتي. ما هو مفيش حد يعمل كده، مفيش حد يعمل اللي انا بعمله ده. هو في حد يقعد طول اليوم ليلة الامتحان، اليوم اللي قبل الامتحان، يقعد فيه بلاي ستيشن؟ ما حدش يعمل كده. ده اللي ما بيذاكرش بيذاكر ليلة الامتحان. يلا انا هنام بقى وخلاص، مفيش فايدة.